أخدت معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان ودوبتها بكباية من المي المغلية، حطيتها على جنب. بيجات حطيت علبة من الكريم شانتيه وحطيت فوقها كباية من الحليب البارد المسقع جدا أو المي. خفقتها لحتى صار قوامها بهيدا الشكل. نزلت فوقها بحدود الكباية من أي نوع جبنة كريمي غير مملح، وكمان نزلت فوقها معلقتين من القهوة اللي دوبناها بالأول، وكملت خفق. وبس صارت عندي قوام متماسك حطيت فوقها علبة من بودرة الكريم كراميل وكملت خفق لحتى صارت عندي بهيدا الشكل. أخدت أي نوع بسكوت، ما شرط بسكوت التيراميسو أو مش دايما متوفر، وحطيتهم بالصينية من بعد ما أكون غمستهم بالقهوة، وعملت طبقة من البسكوت وبلشت نزل طبقة من الكريمة يلي حضرناها سوا. ورح بلش حط طبقة من البسكوت المغمس بالقهوة وبعدها طبقة من الكريمة لحتى تخلص كل الكمية. ومن بعدها رح احطها بالبراد ليلة كاملة يفضل، او بحدود ساعتين لثلاث ساعات بالبراد لتتماسك. ورشيت على وجهها كاكاو غير محلى، وبتتقدم باردة كتير طيبة وسهلة وسريعة. صحتين.